السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. جمهور الطيبات، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سميع الدعاء. كاين بزاف اللي جربوا هذا النظام تاع الطيبات تاع الدكتور المرحوم ترحموا عليه، الدكتور ضياء الدين العواضي، يعني اللي جاب لنا حاجه جديده والحمد لله رب العالمين. لا بليبار تاع الاشخاص يقول لك باللي رانا برينا من السكر والحمد لله، وانا واحده منهم الحمد لله، ما راش عندي كامل اعراض السكري والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كاين بزاف اللي قالوا لي كي شغل ولاو كوموندي كيف نقولوا فشلوا من هذا النظام، فشلهم. انا نقول لكم لازم الانسان ماشي حاب يقول باللي هذا نظام الطيبات هو نظام الجيعانين، لا لا، الانسان ما يجوعش روحه. وشنو ما ياكلش بزاف وما يخليش روحه جيعان. حبيت واش نقول لكم مثلا، كيما الصباح كي تنوض مثلا تحس روحك جيعان 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 تالي حاب تاكل. يعني هو يقول لك كي تحس روحك جيعان كول. ماذا به الانسان يضرب حاجه طبيعيه، وشن هي التمر انا خطرات ناكل حتى ل7، هو قال لك لازم تكتفي ب3، انا خطرات ناكل من السنه ناكل 7. والتمر هذا مغذي، راح يمد لك طاقه وراح ماكش راح تفشل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، قال لها يا عائش، بيت لا تمر فيه جياع أهله. احنا كي شغل عندنا المرجعية تاعنا الدينية اللي هي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لا حتى نخلي روحي جيعانة، خليش روحي جيعانة. شوفوا، حبيت نشارك معاكم حاجة، يا ما جبتوش معليش. عندي التمر وعندي الزبيب، هذو هما اللي يمدوا طاقة للإنسان. شوفوا كاين مثلا كيما هذا، هاوليكم مجموعة فاخرة، هذا العصير تاع العنب. وكاينه وحده البارح في الجروب تاع الفيسبوك واش قالت لنا اخواتنا ولا يحكمني الحريق في الاستوما. هي فعلا ميم حتى كي تكون حاجه طيبه، صح احنا ماذا بينا ما نكثروش منها. في الحقيقة حنايا دراهمنا اللي كنا نعطوهم للطبيب ونعطوهم ليارين بكذا، والطبيب ب250 وزيديلو كذا وزيدي. انا ديك ال250 اللي نعطيها للطبيب خاوتي نقول لكم صراحة نروح نشريها لحم ناكلها بكرشي، افضل. واللي نروح نديرها سكانير ثاني كيف كي نشريها لحم، قال له يا خويا، قال له ضرب الهبرة تبرع. منين ذاك بنادم يضرب الهبرة ماشي دايما، فهمتوا؟ لا افراط ولا تفريط. شوفوا اليوم راني صبت الزبده الكبيره، كنت نصيب غير الصغيره برك، اليوم صبت الزبده الكبيره تاع الراعي. هذه زبده الراعي. كي ديري بها في الحقيقه انا كي نطيب الرز ما نديرش الزيت، ندير زبده الراعي، تعطي لها واحد القو كاع واش كاين فيها، واحد الريحه ما شاء الله، خاصه كي تكون الطيب. شوفوا انا في بلاصه العصير، وحده قالت لي حرقني العصير، انا نقول لك في بلاصه العصير ديري كاس تاع ماء دافي شويه وديري ملعقه، ما تكثريش بزاف، ملعقه تاع عسل، يعني راح يعطيك طاقه ما شاء الله. اللي هو الشوكولاته كيما انا، ها هي اوبتيلا شريت بباطه راني قريب نكملها، بصح مشتركين فيها ماشي نكملها وحدي. تا كي تحسي روحك ضربي المعجون، هذا معجون التين، هذه هي خاوتي. وكاين بزاف اللي قالوا لي حبينا نعرفوا الجبن اللي راكي تشريه، الجبن اللي راني نشريه. هاوليكم حبيبنا، هذا نوصيكم حتى الاطفال الصغار علموهم ياكلوه، يعني هايل هايل هايل. شوفوا الاغذيه الموجوده في السنه النبويه كاع هايله ما شاء الله. هاني كليتو بصحتي. قلتولي كيفاش نعرفوا الجبن؟ تقراي هنايا جبن طاري، هذه لستو مكتوبه هنايا. ما عنديش، كون عندي بطاطا تشيزي نوريها لكم. بطاطا تشيزي واش تكتب تحضيره جبنيه، يعني كي تولي تروحي تشري من السوبيرات تولي ما تشريش وخلاص.
تقراي، تولي تقراي المكونات، تصيبي تحضيرة جبنية ما تشريهاش، تصيبي جبن طاري اشري. شوفوا كاين زوج لحد الان انا نشري زوج، نشري هذا تختينو ولا نشري تيب توب تاع لي الباطا تاعو حمرا. هادو هما. اتهلاو في رواحكم خاوتي، وننصحكم طبقوا نظام الطيبات، راحين تتخلصوا من كل الامراض.